ومره طلع عليهم. انا عارفه غيجيك هادشي بيزار كما كنقولوا، غتقولي هادي اش كتخربق. ايوا كيقول المثل ديالنا المغربي، الفم اللي يقول الزمر يقول التمر. غنطبقها لكم انا على هادشي اللي كنهضروا عليه. انا ما عندي زهر، انا شعري خايب، انا ما زويناش، انا بشرتي محببه، انا قدامي مقشرين. فين غتسديها وكتفرق عليك وكتزل عليك كاع داك الخنز كله في الارض. غتشديه اجي يا فلان نعاود ليك راه ماشي هكاك، ماشي هكا، راه هكا. واش عمرك سولتي راسك على الحاله اللي كتولي فيها من بعد ما كتقال عليك شي هضره خايبه، سواء قالها شي واحد وصلت ليك، سواء جا قالها لك فاس، اللي كتسمعيها حياتك كتخربق، كتولي راس على عقب، ما كيبقاش نعاس بالليل وبالنهار ما كديريش الانشطه ديالك اليوميه، الروتينات ديالك على خاطرك. العقل ديالك كله كيعمر غير بديك الهضره اللي تقالت لك ولا اللي سمعتي وما عجباتكش. المطروح هو علاش كلمه بسيطه ولا صغيره قد هكا قادره تغير لينا الحياه ديالنا بالكامل. ما كنبقاوش عايشين الحياه ديالنا الطبيعيه، ما كنبقاوش حاملين راسنا، ما كنبقاو باغيين اللي يهضر معانا. بخلاصه القول، هذيك الكلمه ولا ديك الهضره اللي تقالت كتولي بحال واحد السم، واحد السم على الحياه ديالنا. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نجاوبوا على هذا السؤال وغادي نعرفوا علاش وكيفاش، علاش واش الناس كاملين ملي كيسمعوا شي هضره بحال هكا كيوقع لهم نفس الشيء ولا غير واحد الفئه معينه. طبعا ماشي الناس كاملين كيوقع لهم هكا، واحد الفئه معينه واللي غادي نهضروا عليها ان شاء الله في هذا الفيديو باش الناس تستافد. كاينين بزاف ديال الامور اللي كترتبط مع بعضياتها وكتعطينا هاد الاحاسيس، واللي من بينها التفكير الزائد. التفكير الزائد الاخوات راه واحد الحاجه اللي خايبه بزاف. ملي كتكوني كتفكري بزاف وعقلك ديما خدام، ما كترتاحي لا بالليل لا بالنهار، ما كتكون عندك حياه، ما كلشي كيولي عندك ناقص، ما كتعيشيش مرتاحه. التفكير الزائد هو اللي كيخليك تضخمي ديك الهضره اللي تقالت عليك ولو تكون بسيطه، ولو تكون كلمه واحده. داك التفكير الزائد كيضخمها وكيعطيها واحد الحجم اكثر من ديالها. كما كنقولوا من واحد الكلمه كتولي ديري قصه، كديري واحد الروايه، كتبقى ديك الروايه خدامه عليك بالليل وبالنهار. بالنهار ما كترتاحيش وبالليل ما كتنعسيش وما كترتاحيش، كتبقاي غير تسائلي علاش وعلاش وعلاش وعلاش. والمشكله هي ان هذيك الهضره اللي انت عقداتك ووصلاتك لما عرفت فين، هذاك ولا هذيك اللي قالتها لك قالتها ومشات ونسات حتى واش قالتها لك، وانت دارت فيك حاله. في كل مره ملي تسمعي شي هضره ما عجباتكش تسولي راسك هو الاول، واش هاد الشيء فيا؟ الا كان بصح فيا نحاول نصلح ونحاول ندير احسن نسخه من راسي، وإلا ما كانش مجرد اشاعه ولا مجرد غير هضره دايزه ما كايناش، فما كاينلاش غنعمر راسي وغادي نمرت ونعذب راسي على شي حاجه اللي في الاصل كاع ما كاينه. السبب الثاني وهو الثقه في النفس. الا ما كانتش عندك الثقه في النفس غتعاني في حياتك بزاف، لان الثقه في النفس هي اللي كتحدد ليك المسار ولا المصير ديال الحياه ديالك. نقول لكش تكون فيك الثقه في النفس بزاف لدرجه الغرور، وانما الثقه بالنفس، الثقه في القدرات ديالي، الثقه في الشخصيه ديالي، نكون عارفه راسي، متفاهمه وعارفه وفاهمه راسي شكون انا وشنو مثلا وشنو كندير وشنو، نكون راضيه ومتصالحه مع نفسي. الا كنتي متصالحه مع راسك راه كلشي غيجيك ساهل وكلشي غيجيك زوين وكلشي غيجيك هو هذاك. حاولي ديري واحد المذكره، في كل نهار خدي من وقتك غير شويه وقيدي فيها على الاقل 3 د الحوايج زوينين فيك، سواء شي حاجات اللي ربي ميزك بهم في الخلقه ديالك، في مثلا الشعر عندك زوين، البشره عندك صافيه ما فيهاش حبوب، ما فيهاش طبايع، ما فيهاش اللي تخاص ديال الصغر، شي جرحه قمشه بحال هكا. مثلا ربي نعم عليا بهادي، انا كنتميز بهادي. كذلك شي حويجه زوينه درتيها وصدقات ليك، واخا تكون غير كيكه، ديك الكيكه اليوميه بالمكونات والمقادير البسيطه درتيها وصدقات ليك، قيديها ليا في ديك الورقه. ومهم خدي 3 ديال الحوايج، 3 د الايجابيات عندك، قيديهم لي في ديك الورقه ومره طلعي عليهم.
اي انا عارفه غيجيك هادشي بيزار كما كنقولوا، غتقولي هادي شاش كتخربق، ولكن كوني على يقين راه من الحاجات البساط اللي كيبانوا لك انت غير تخربيقه كديري فرق كبير في حياتك. ايوا وكيقول المثل ديالنا المغربي الفم اللي يقول الزمر يقول التمر. غنطبقها لكم انا على هادشي اللي كنهضروا عليه. فاش كتكتبي ولا كتعمري راسك بشي حاجه اللي زويونه ايجابيه، راه اوتوماتيكمون عقلك نهار بعد نهار كيتعود عليها وكينتج لك غير الايجابي. اما ملي كتعمري راسك غير بالكارطون، كتعمريه غير بالحوايج الخايبه اللي بالطاقه السلبيه، كتبقاي تقولي انا ما عندي زهر، انا شعري خايب، انا ما زويناش، انا بشرتي محببه، انا قدامي مقشرين. داكشي كينطابق عليك. كوني على يقين بحال كتعمري واحد الخنشه، كتعمري حتى ما كيبقى فين غتسديها، وكتفرق عليك وكتزل عليك كاع داك الخنز كله في الارض. السبب الثالث واللي هو اقبح سبب وهو محاوله ارضاء الجميع. الا كنتي كتجري مورا يعني ارضاء الناس، راه بعدا قال لك ارضاء الناس غايه لا تدرك، عمرك ما غدركيها. شتي بنادم واخا تشعلي ليه يعني تشعلي له صباعك غيقول لك باقي الدنيا مظلمه مازال ما كنشوف والو. واخا تشوي له لحمك غيقول لك مسوس، غيقول لك باسل، غيقول لك شارف، غيقول. اذا ديري اللي تسلكك واللي تريحك نتيا، وثقي في راسك، وشوفي ترضي نفسك نتي، شوفي ترضي راسك، ما تبقايش تجري باش ترضي ليا الناس. كما قلت لك الناس بنو ادم بالطبع ديالو نكار نهار غتعياي ما غيقولوش مسكينه مثلا دارت زوين واحد الوقيته وعياتو، لا غيقولوا تبدلتي، ما بقيتيش كتسواي، وليتي خايبه، وليتي مسمومه، ما فيك ما يتشاف. انت تقالت عليك ديك الهضره الخايبه وما خلاو كاع ما قالوا. ماشي سوقك وماشي شغلك. شوفي نتيا داكشي اللي تقال واش كيرضيك نتي، واش متفقه عليه نتيا، واش صافي دار به مع راسك نتيا. شتي داكشي ما مسلكش، الا كان بصح شي حاجه فيك مثلا خايبه ولا، حاولي تصلحيها لصالحك نتي، ماشي على قبلهم هما، ماشي حيت هما قالوا، لا باش نتيا تزيدي القدام. اما الا كان يعني داكشي ما كانش في الاصل، صافي راه ما كانش، راه الناس غيهضروا. راه الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم راه ما خلاو ما قالوا فيه. حنا ماشي كنديروا مقارنه يعني بين العبد وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حاشا، انما عطيتكم غير واحد المثال بسيط باش تعرفوا اللي كاين. تعلمي تقولي لا على الحوايج اللي ما بغيتيهمش. شي حاجه نتيا ما بغيتيهاش، ما عجبكش، تعلمي تقولي لا. لان الا بقيتي ديما كتقولي وانتيا في الداخل ديالك ما كرهتيش تقولي لا ولكن ما قديتيش، مع كل كلمه كتخسري جزء من الراحه النفسيه ديالك، لان انتيا ما راضياش عليها، كديريها غصبا عنك باش تباني مثاليه وباش الناس يرضاو عليك ويقولوا راه ديك فلانه الله يعمرها دار. ما كتخسرش الخاطر وكدير غير المزيان. وكوني على يقين ان حتى هذيك الهضره ما غيقولوهاش عليك، ما غاديش يقولوها عليك، لان دابا بنادم اللي مزيان كيحسب ليهم واش هبيل، واش غير ما عارفش. اما لو كان عارف راه غيدير حتى هو غيدير له عاوه، ولكن غير ما عارفش. ما كيقولوش راه الفطره ديالو التربيه ديالو سليمه وصحيحه، وكيبغي الخير وكيبغي التعاون وكيفضل الناس على راسو. هذه عمرك ما غتسمعيها. رابع حاجه وهي اعطاء قيمه زايده للناس. الا كنتي كتعطي للناس اكثر من الحجم ديالهم، كوني على يقين واحد النهار راه غيتفرقعوا عليك. وهذه راها معروفه، يعني 1+1 تساوي 2. ملي كتعطي لواحد الانسان كتبقاي تنفخي فيه وتعطيه اكثر من الحجم ديالو، اكيد راه غيطرطق. ماشي اي واحد قال عليك شي حاجه مثلا انت غتقيميه لواحد الدرجه ما عرفت شنو هي، غتشديه اجي يا فلان نعاود ليك راه ماشي هكاك، ماشي هكا، راه هكا. وما تبرري لتا واحد، ما تعاودي قصه حياتك لتا واحد. اللي بغى يتقبل الشخصيه ديالك تبارك الله، اللي ما بغاش الله يعاونو. علاش غتبقاي نتيا تعاودي قصه حياتك ولا تبداي تبرري شي حوايج اللي عندهم علاقه بك نتيا؟ علمي باللي ماشي كلشي عنده الحق يتدخل ويقرر في الحياه ديالنا. القوه النفسيه الزوينه راه ماشي هي ما نحسوش بالهضره كاع،
القوة النفسية هي نحسو بها، ولكن ما نخليوهاش تأثر علينا وعلى حياتنا. في الاخر غنقول لك، الا بغيتي تولي قوية نفسيا خاصك تبداي من اليوم، من دابا. خاصك ما تبقايش تكبري الهضره في دماغك. الهضره الا تقال تخليها في الحجم ديالها بلا ما تبقاي تزيدي فيها. ثاني حاجه، تبني الثقه ديالك في راسك، حاولي تخدمي عليها. والثقه في النفس راه ما كتجيش يعني فجاه كطيح عليك من السماء. الثقه في النفس كنخدموا عليها شويه بشويه، نقطه بنقطه كيحمل الواد. حبسي عليا هذيك الطاقه ديال ارضاء الناس وداكشي ما خدامش. ما عمرك ما تحاولي ترضي شي واحد ولا تبرري لشي واحد باش يرضى عليك، عمرك ما ديريها. كذلك اختاري الناس اللي عندهم الحق، واخا الا جينا نتعمقوا راه حتى واحد ما عنده الحق يتدخل في الطاقه ديالك وفي الحياه وفي القرارات ديالك. حاولي ديري واحد الحاجز، واحد الحمايه بينك وبين الناس، وخلي شويه ديال الخصوصيه. ما تزلعيش الزعتر كامل تيولي بنادم من هب ودب كيجي يعطي الراي ديالو وكيقول لك ها اللي ديري وها اللي ما ديريش. وفي الاخير غنقول لك، الا عجبك هذا الفيديو راه هذه غير البدايه. في الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نهضروا على اكبر خطا كيدمر الثقه في النفس عند البنات.